معلش بدها انسانيه القصه، بدها انسانيه القصه. لو بتشتغل هون شو بتستعبدها؟ ما بيصير حرام حرام. معاملة الناس بالأخلاق واجب كتير صعب على الناس يلي ما عندها إحساس. يا ترى لو مرق قدامك موقف لامرأة حامل مهانة كيف كنت رح تتصرف؟ خلونا نشوف. انت غبية شي؟ غبية؟ ما فيكي مخ؟ تاركة الزباين وقاعدة؟ استاذ والله دخت شوي وحبيت ارتاح. حبيبتي دختي روحي ارتاحي ببيتك. ليش هيك عم تحكي معه؟ عفوا هذا الحكي ما بصير يا استاذ، هذا الحكي ما بصير يا استاذ. عفوا فهمت. لا ما بصير. روقوا شوي، ارتاحوا هلا نحن بنعتذر منكم. يعني معلش بدها انسانيه القصه، بدها انسانيه القصه. لا هي بتشتغل هون وبتشلحني مصاري على الفاضي. لو بتشتغل هون شو هذا بتستعبدها؟ الحكي هذا الحكي يا اخي. شو هالحكي هذا؟ يا شباب لا استعباد ولا شيء، بس عم تاخذ مني راتب وما عم تشتغل. ما بيصير حرام حرام ما بيجوز. هذا الحكي ما بي... حرام حرام ما بيجوز. هذا الحكي ما بصير يا حبيبي يا بدل ما تطمن عليها. طيب خلص طول بالك. خلص يلا طول قومي بالك. انقلعي على البيت، قومي انقلعي على البيت، خليها شغال ما فيدي. بصير هذا الحكي. شو الحكي هذا؟ لك ما بصير هذا الحكي يا حبيبي. شو هذا؟ الإنسانية وروح الشباب تعطينا أمل ببكرة. شفنا كيف المدير استفز الناس المتواجدة عنده. لاقونا بحلقات جديدة. هي كلها القصة كانت عبارة عن تجربة، حبينا نشوف ردات فعلكم. حتى لك فرح تفضلي. فرح معنا يعني بالفريق العمل، وهذا مو شو اسمه مو حمل هذا كذبة. شكرا كثير انا شكرا لمحبتك. شكرا كثير استاذ. تفضلوا ارتاحوا، نحن اسفين نعتذر، اسفين. تفضلوا كفوا عرض.